السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ونبدا مع بعض. انا عايزه قطعه من الخيش، عايزه دون جينز. انا حاطه عليه غير ابيض مخفف وسبته لما نشف فبقى جامد عشان بعد كده لما نيجي نقصه ما ينزلش معانا. انا هنا دون رسماه من على الكمبيوتر، طبعا جبت الصوره على الكمبيوتر وبدات رسمته على ورق زبده ونزلت الرسمه دي. وهنا رسمه هنا عندي فانوسين هنكملهم مع بعض، وهنعمل حاجات تانية برضه بقصاقيس الجينز وهنشوف هنعمل ايه واحنا بنشتغل. هجيب قطعه من الخيش باي مقاس بقى احنا حابينه. انا عندي الجزء دون هشتغل بيه. اللي هحتاجه قطعه ماسوره، قطعه الماسوره دي موجوده عندي فانا هشتغل عليها. يفضل يبقى احلى كتير كتير لو عندنا جذع شجره هنعمله، هيبقى اشيك كتير جدا من الماسوره. انا الماسوره هحطها في جوه كده كده مش هتبان، فمش مشكله منظرها خالص. الخطوه اللي عندي دلوقتي ان انا هاجي هنا، انا عندي القماش زي ما احنا شايفين دي حته واحده، هاجي عند الجزء المفتوح اللي هنا ده، هاجي اتنيه كمان اظبطه كويس واتنيه، وهاجي هنا هقص الجزء دون بميل بالشكل ده كده. نحط دي بس كده عشان اظبط الخط يبقى مستقيم مش اكتر. وهنا هبدأ هقص دي بميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبقى عندي كده تمام. عشان اقفل الحاجة عندي على نظافة ويبقى شكلها حلو، هبدأ اتني الخيش اللي عندي كله داير بالشمع. لو عايزين نخيطه مفيش مشكلة، بس انا هسهل على نفسي. هبدأ اجيب الشمع وهلف احط هنا شمع كده واتني دي. هعمل بقى هشتغل كله داير. هعمل نفسي هقفل الخيش كله بالشكل دوت كده. هنا بعد ما تنيت الحاجه اللي عندي كلها بقت بالشكل ده، هشوف الطول اللي انا محتاجاه وهقص الزياده اللي فوق. انا هقص من تحت شويه بالشكل ده هنا كده. هاجي هنا هجيب حته الماسوره اللي عندي اللي انا قلت لكم عليها. انا عايز حته ماسوره صغيره مش كبيره. وهاجي هنا كده وهبدا هشوف المقاس المسافه اللي عندي وهتني دي. هاجي هنا كده هتني الاول الجزء ده بحيث ان هو برده لما اتني ما يضايقنيش. هحط شمع واتني الجزء ده كده. هظبط وهلزق بقى الخيش اللي عندي. بقت عندي الحاجه بالشكل ده هنا اهو، في اللي هو المثلث اللي عملناه، وفوق عملت فيها الحلقه اللي انا هدخل فيها الماسوره. الخطوه اللي عندي دلوقتي ان انا هبدا ازين بقى، احط الزينه بتاعتي على الجزء ده. انا هعمل ايه؟ انا هجيب عندي قطعه من الجينز، بنطلون جينسي قديم او اي حاجه قديمه عندي، هحطها على كيس بلاستيك او طبق فوم او اي حاجه، وهبدا احط لها غير ابيض مخفف بالميه عشان ما يعملش لون على الجينز، لازم يكون مخفف. وهملاها كلها، هسيبه لما ينشف هيبقى بصوا بقى جامد عندي بالشكل ده. انا عملت الحاجه اللي عندي عشان برضو الوقت. هنا هاجي هكتب حروف بالانجليزي، هكتب كلمه رمضان بالانجليزي، ممكن برضه نكتبها بالعربي مفيش مشكله. هقص الحاجه دي واي بقى اجزاء تفضل عندي. انا سايبه الجزء ده مثلا فضل عندي كده، هبدا هقص مثلثات صغيره زي كده عشان نعملها زي زينة رمضان. هقص كل الحاجة اللي عندي، هقص الحروف وهقص الفوانيس وهقص كلمة هقص الجامع والهلال، هقصهم كلهم وارجع لكم تاني نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه بالظبط. لو انتوا لسه ما اشتركتوش معايا في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو انتم مشتركين بالفعل يا ريت لو تعملوا لايك وشير للفيديو، ويا ريت لو اسمع رايكم في الكومنتات. هنا كده انا قصيت كلمه رمضان، قصيت المثلثات اللي عندي اللي انا عايزاها، وهنا هو قصيت فانوسين. هعمل الفانوس بقى دون هلونه كده جوه ازاي. قلم الوان ابيض هيدينا التاثير ده الخفيف ده، او قلم كوليكتور او قلم دوكو ابيض. في دوكو بيتباع في المكتبات او بتوع الحداد والبيات. اللي انا هعمله ان انا هبدا هرسم المنظر اللي جوه. هبدا بقى اتقل بالكوليكتور اللي عندي، همشي على الرسومات اللي عندي بالشكل ده كده علشان تبقى واضحه بس تبدا توضح اهي. هعمل المنظر اللي معايا وهعمل الفانوس اللي هو التاني دوت، هلونهم بنفس الطريقه. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب خيط مكرميه. انا هعمل خيط مكرميه ابيض عشان يليق مع الحاجه اللي عندي. وهاجي هنا هون هعمل زي خطين كده بالجنب كده هنا، دول هيبقوا عندي خطين زينه. هجيب اللي هم المثلثات اللي انا عملتها وهبدا احطها فيهم، هلزقهم الاول
هلزق الاول واحد هنا كده، هاجي من هنا هعمل قوس كده، هبدأ ألزق عليه بقى الحاجة اللي عندي. هحط هنا كده شمع فيها وابدأ ألزقهم من هنا كده. أنا جيت هنا وجيت رحت حاطة قطع كده من الخيط من ورا، بحيث إن أنا لما أحطهم هنا أكنهم متعلقين كده بالشكل ده كده، عشان يبقوا شكلهم كويس، ما يبقوش زي يكونوا طايرين بس كده. هنا كده انا ركبت الجزء الاولاني عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الخطوه اللي عندي دلوقتي ان انا هبدا بقى اكمل بقيه الحاجه اللي عندي، بس قبل ما اكمل انا حابه ان انا هعمل اطار داير. هعمله ازاي؟ هجيب خيط مكرميه عملته ميجوز، يعني عملت 6 فتل في الضفيره اللي انا عملتها عشان تبقى بالسمك ده كده. وهاجي هنا هو هبدا همشي على حرف الحاجه اللي عندي داير، اطلعها لبره سنه بحيث اداري الحرف بتاع الخيش من بره عشان تديني منظر حلو. انا هنا كده عملتها كلها بقت بالشكل ده كده زي ما احنا شايفينها كده. عملت الجزء اللي هو هنا السبعه دي وبقت بالشكل ده. الخطوه اللي انا هعملها ان انا هجيب الحروف اللي انا عملتها وهبدا هرص هنا كلمه رمضان في الجنب الناحيه دي، احطها كده هنا كده، رصيتها بالشكل دون. وهبدأ بقى اظبط المسافات اللي عندي بالظبط وابدأ بقى الزقهم بالشمع. يبقى انا كده رصيت عندي كلمة رمضان، هبدأ بقى احط شمع والزقها هنا كده. بعد ما لزقت كلمة رمضان وخلصتها، اللي هعمله دلوقتي ان انا هركب اخر حاجة عندي الهلال اللي عليه الجامع ده، هحطه هنا كده شمع عليه من ورا وابدأ الزقه بقى كله تمام. فانا لقيت الجزء ده فاضي قوي، الحته دي فاضيه قوي، فحبيت ان انا قصيت كام نجمه كده وهبدا هحطهم هنا كده. انا ظبطت مكان النجوم بتاعتي، انا هحطهم في المكان ده كده. ممكن نحطهم عشوائي، ممكن ما نحطش خالص، مش مشكله، بس انا لقيت المكان ده واسع قوي فالحته دي فاضيه قوي، فقلت احط فيها النجوم دي. دلوقتي هجيب الماسوره اللي عندي اللي احنا اخدنا مقاسها من فوق، وهجيب بقيه الخيط اللي انا عاملاه مدفراه دون وهعديه من هنا، هعدي الحرف بتاعه كده. انا هنا كده عديت الخيط من الماسوره بالشكل ده. هاجي هنا هشوف الطول اللي انا عايزاه علشان برضو ما تبقاش قصيره قوي او طويله قوي كده، معقول. وهقص، هاجي هنا هو في الجزء اللي فوق قبل ما اربط، هاجي هنا وهعدي الماسوره من الجزء اللي احنا عاملينه هنا، الفتحه اللي احنا عاملينها هنا كده، وهاجي هنا وهربط الخيط ده مع بعض بطولها كده كويس. وهشد بقى الخيط اللي عندي جامد جدا وهقص الزياده اللي عندي، وهبدا اللي هي الجزء الرباط اللي احنا ربطناه ده هدخله جوه الماسوره كده علشان ما يبانش. بس كده احنا عملنا الحامل او العليقه اللي هنعلق عليها الديكور بتاعنا، بقت بالشكل ده كده. انا خلصت كله. هعمل بس حاجه اخيره، الحاجه الاخيره اللي انا هعملها ان انا هعمل هنا شرشوبه زي دي كده عشان نحطها هنا. هنا كده لو ممكن دي نسرحها بمشط تبقى جميله جدا. انا عندي هنا الخرزه دي عايزه احطها عشان اركبها. طبعا هنا ده الخيط ده مش هيخش بسهوله. هجيب ولاعه وهعمل الحرف بتاعهم كده واعملهم مع بعض، يبقى عندي لي سن كده بحيث ان انا ادخلها بسهوله. هاجي كده انا ركبت الكوره اللي عندي بالشكل ده كده اهي، وهاجي الزقها هنا اهو، بقيت اهي. بصوا بقى على بعضها هي طبعا كده برضو مش باينه. تعالوا معايا بره هنعلقها ونشوف شكلها ايه وهي متعلقه، منظرها انا هحطها على عمود عندي ونشوف شكلها ايه. وهنا ده الشكل النهائي بتاع الحاجه اللي عندي. هنا هو الجزء اللي فوق اللي فيه الزينه والفوانيس، وعندي كلمه رمضان، الهلال والجامع، وطبعا النجوم اللي حطيناها هنا، الشرشوبه هنا الجزء اللي تحت ده وانا سرحته بالمشط بقى بالشكل ده. وده الشكل بتاعي
كلها على بعض، شكلها جميل جدا، وانا حطها على عمود هنا كده. يا رب تكون الفكره عجبتكم والفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتوا اول مره تشوفونا يا ريت تشتركوا معانا في القناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات، ايه رايكم في الديكور الجميل دون، وديكور جديد شكله حلو وخاماته بسيطه والدنيا شكل شيك جدا. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام. يا ماما جميلة، انت حلوة، انت منها جميلة وشاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. وانت بتعمل كده جميل. انت اللي جميل يا قلبي.